الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد أو ثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المباشر مع مادة الإعجاز في القرآن والسنة، والتي نعطيكم فيها ما يوجد في كتاب الله عز وجل مقترنا بآخر مستجدات العلوم ويعني نتائج العلوم التي نجدها في المواقع المختصة. نقدم لكم زبدة الحوارات التي تتم بيننا داخل المجموعات في الواتساب، المجموعات المتخصصة لدكاترة متخصصين، فننقل لكم يعني عصارة هذه الأبحاث
التي نسأل الله عز وجل أن يباركها وأن يبارك نتائجها، وأن تزيل من التصور الإسلامي ما علق به نتيجة غياب المادة العلمية. المادة العلمية هي أساسية لكي نفهم كتاب الله عز وجل. القرآن يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني السن للمستقبل، وبالتالي يعني المادة العلمية هي مادة ديناميكية لا يمكن لأحد عاش في القرون السابقة أن يقول بها، ومنهم المفسرون. وقد اعتمد المترجمون على هذه المادة العلمية، اعتمدها فأخطأوا. وطبعا المفسرون رحمهم الله أسيادنا قد يعني أصاب بعضهم وأخطأ بعضهم، ويعني منهم من خلط بين الصواب وبين الخطأ نظرا لعدم اكتمال الرؤية العلمية. وعندما اعتمد المترجمون على اللغة فقط، يعني التي اعتمدها يعني المفسرون، أخطأوا كذلك. وبالتالي في كل مرة تحتاج المادة العلمية هذه القاعدة بيانات الواسعة في علوم الحياة وعلوم الأرض وعلوم الفلك وعلوم الفيزياء وعلوم الرياضيات والمادة التاريخية والمادة الاقتصادية، تحتاج طبعا في كل مرة إلى إخراج. ومن هنا تأتي خرجاتنا ومحاولتنا لكي نعطي الجديد في هذا المادة. ويعني نحن قد قلنا سابقا من خلال يعني تسجيلات سابقة بأن القرآن صحح المفاهيم العلمية على امتداد التاريخ، وأعطى قاعدة بيانات كبيرة جدا، ومنها قاعدة بيانات في علم الفلك، يعني حيث مثلا في مصطلح السماء ومعانيها والسماوات ومعانيها قدم يعني ورد في كتاب الله عز وجل تقريبا 120 مرة يعني مصطلح السماء، ووردت حوالي 190 مرة معاني يعني تكرار للسماوات. فما هو يعني المعنى يعني الذي نجده ضمن معاني السماء والسماوات ضمن المعطيات التي لدينا الآن، وهي في الحقيقة تتناسب تماما مع ما يوجد في يعني المراجع العلمية المختصة. لكن المشكل عند الذين الآن هم في الساحة، لا أعمم لكن معظمهم، أنهم يخلطون بين عالم الشهادة وعالم الغيب. أنا أقول لهم لا يمكن لأحد فوق الأرض الآن أن يقسم هذا الكون المرئي إلى 7 طبقات. واضح؟ الكون المرئي هو كل يعني المادة يعني هذه المادة المرئية التي تعوم كما تقول هذه النظريات في المادة المظلمة والطاقة المظلمة. لكن نحن نتكلم عن المادة المرئية من الكون، ملايير النجوم والمجرات تسبح في ظلمة يعني عامة. وهذه المادة لا يمكن تقسمها إلى 7 لأن هذا التقسيم ورد في مصدرين. في القرآن ورد مرتبط بمعاني الغلاف الجوي فقط، ولم يرد تقسيم الكون المرئي إلى 7 طبقات، لا يوجد أبدا. ويستحيل أن يأتي أي أحد من فوق الأرض الآن فيقول بأن السماء مقسومة إلى 7 طبقات. هذا من غير يعني أنا أتكلم غير الغلاف الجوي، نتكلم عن السماء المرئية، الكون كله، ما يسمى اصطلاحا باللغة الإنجليزية the universe أو l'univers باللغة الفرنسية. هذا ليس يستحيل أن نجد من يقسمه إلى 7 طبقات. إذن فالمراد في القرآن الكريم بحسب يعني هذه الطبقات 7 شيء غير هذا الذي يوجد في عقلية بعض المسلمين. والتي 7 طبقات التي ذكرت في الحديث النبوي هذه موجودة طبعا، هذه موجودة مثل الجسد يعني المادي والروح. فنحن يعني كأجساد عندنا روح وهي موجودة، عندما يعني يأتي الأجل
فإن يعني الجسد يبقى صالحا للعمل في أجساد أخرى كمادة. نفس المسألة عند الكون عندما يدخل في الثقوب السوداء تتحول هذه المادة التي تدخل إلى مواد جديدة يستعملها الكون كذلك في خلق في يعني إيجاد يعني تحت معية الله سبحانه وتعالى كواكب جديدة، نجوم جديدة كلها يعني أحياء وأمواتا بنفس الطريقة عند الإنسان وعند الكون كله. الكون مثل الإنسان، مثل أي كائن حي له بداية ستكون عنده نهاية. كل مكون من مكوناته له بداية وله نهاية. إذن فهذا الكون المادي لا نستطيع أن نقسمه إلى 7 طبقات. كله يعني هو بملايير المجرات التي يحتويها، هو كتلة نراها الآن ونتحرك فيها يعني، وهو أصله كتلة واحدة كما قال مولانا سبحانه وتعالى في عليائه: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا هو الكون المادي the universe. وهذا كذلك الاتساع الكبير الذي يعني يتميز به الآن. يعني هذه ليست نظرية، هذه يعني حقيقة علمية. عندما نرى يعني الضوء الذي يأتينا من النجوم فنحن نعرف هل يبتعد أم يقترب. ثم هو بناء. هو بناء. نحن عندما ننطلق من الأرض إلى المجموعة الشمسية إلى مجموعة النجوم ثم مجموعة المجرات أو الجزر الكونية يعني، أو جزر المجرات، ثم إلى الحبوك. كل هذا يعني يوافق تماما قول المولى سبحانه وتعالى بأن هذا الكون نسيج محبوك. نسيج محبوك يعني من خلال هذا النظام البديع، البناء يعني البديع الذي يوجد لمكوناته. فهذا يعني الذي يرد في القرآن بهذه المعاني: الكتلة الواحدة، الاتساع، البناء، النسيج المحبوك وغير ذلك يعني، والسماء ذات البروج. هذه أمور عظيمة جدا يعني، كلها نجد فيها إعجازا عظيما للتوافق. والذي يجب أن نقف عليه هو أمر عظيم جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى هذه القراءات التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فيها إعجاز، يعني فيها أن القرآن أنزل بها، بكل هذه القراءات نجد فيها إعجاز. أعطيكم مثال، وهذا يعني فيما يخص السماء بمعنى السماء في عمومها. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إذن فالانطلاق من البروج يعني من كل هذه يعني من هذه الكتلة العامة للكون إلى يعني تصغير مجال الرؤية إلى المجموعة الشمسية. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذا البناء الكوني، إلى البناء الصغير الذي هو وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. في قراءة أخرى، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة والأخوات، يعني تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا، هكذا يعني. فالآن كذلك هذه قراءة صحيحة وفيها إعجاز كذلك، وهذا يتطلب من طلبتنا من أساتذتنا يعني البحث في هذا الميدان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هو الكون بأكمله، the universe، هذه مكوناته مكون من البروج، بناء ضخم، بناء ضخم، هذا الذي يتسع مكون من البروج، ممتاز. ثم وجعل فيها سروجا، لأن لا يوجد في هذا الكون فقط السراج الذي عندنا، الشمس التي عندنا، بل نجوم كثيرة جدا وأقمار يعني بالملايير، نجوم بالملايير وأقمار بالملايير. فهذا الإعجاز مرتبط بمعاني السماء وبكل القراءات التي يعني ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم في هذا الكتاب، لا يوجد يعني مثل هذا الكتاب فوق الأرض.
ولو اجتمعت الإنس والجن لأن تأتي بهذا لا يمكن أن تأتي بهذا. إذن فنحن منهجيا نفصل بين ما تقوله النصوص حول هذا الكون المادي، ولا نتكلم تماما عن السماوات السبع المتواجدة في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام التي هي غيب، التي قام جبريل عليه السلام بالطرق في البابها الأول ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، طرق في كل باب من هذه الأبواب التي لا نطرقها نحن نأخذ التلسكوب الآن، ويعني عندنا مجال واسع يعني بدون طرق، ونرسل هذه يعني المسبارات لاكتشاف الكون، وهي تمر بكل حرية داخل هذا الكون كما تمر التلسكوبات بأعينها. فلن نجد أبدا في هذا العالم المادي تقسيم إلى 7 طبقات، ولن نجد فيها الجنة ولا النار التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج وما شبهها من أحاديث المعراج. أحاديث المعراج تتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، يعني كل باسمه وبحسب الطبقة التي أو بحسب السماء من السماوات السبع التي كان فيها، ورأى الجنة ورأى النار ورأى سدرة المنتهى. لا يمكن أبدا يعني ولو تقدمنا بكل ما يعني لدينا من وسائل وعلم ويعني وقدرات أن نرى الجنة والنار والملائكة، ونحن كذلك في مادة الإعجاز نبتعد عن يعني المادة التي تتكلم عن الشياطين، عن عالم الغيب، عن الملائكة. كل هذا نبتعد عنه تماما، ليس لأنه غير موجود أبدا، بل نقول فيه آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. نحن لا نناقش النصوص من هذا الباب. في مادة الإعجاز عندنا يعني قواعد ثابتة ونرفض بها كل هذه المدارس التي لا زالت لحد الآن تخلط، ومع الأسف هي من جمعيات تدعي أنها تنتمي إلى العمل بمنهج الإعجاز. منهج الإعجاز يتبرأ أيها الإخوة والأخوات من كل من يتحدث عن الإعجاز في يعني في مواد غيبية. يعني نحن نرفض هذا إلا بمعطيات نراها في هذا العالم المشاهد. نحن نخاطب الناس بالعالم المشاهد بقاعدة بيانات يعني تتم الآن دراستها في الكليات علمية في ميادين البيولوجيا والجيولوجيا وعلوم الفلك وغير ذلك. لا نخلط بين الأمرين، وبالتالي هذا منهج. نحن نرفض كل عندما نستقبل المادة العلمية للتحكيم في المؤتمرات نرفض كل ما يخلط بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ونرفض كل يعني المقالات التي تأتينا تتكلم عن عالم الغيب. هذا منهج يعني نتوافق عليه الآن في معظم العاملين الجادين في ميدان الإعجاز، وليس الذين يخلطون يعني هذه يعني المفاهيم بين عالم الشهادة وعالم الغيب. إذا تكلمنا عن مفهوم السماء، قلنا بأن الكون لا يقبل أن نقسمه إلى 7 طبقات، لا يوجد هذا إلا في الغلاف الجوي. لماذا الغلاف الجوي؟ هذا المستوى الثاني نناقشه، لأن السماء وردت في القرآن الكريم بمعنى 7 طبقات. ولا أقول أكرر دائما لا نناقش يعني 7 سماوات التي وردت في أحاديث المعراج وغيرها. إذن فيقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل القمر فيهن نورا في هذه 7 سماوات كما يقول الطبري رحمه الله، وجعل الشمس سراجا. لم يدخلها هنا لأن القمر قريب منا بكثير. القمر يعني جار لنا، يبعد عنا بحوالي بمعدل 384 ألف كيلومتر، في حين أن الشمس بعيدة عنا بحوالي 150 مليون كيلومتر. لا
لا وجه المقارنة. الآية واضحة هنا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هذا هو النص يفرق بين القمر الذي جعله في هذه ال7 سماوات الطباق وبين الشمس التي توجد بعيدة عنا ب150 مليون كيلومتر. إذن يعني فرق كبير جدا. والآية واضحة هنا، وإعجاز باهر، لأنه يحدد القمر ككائن في السماء المماثل للأرض، وهو نور للسماوات ال7. طبعا القمر لا يضيء على الكون كله، هذا يعني من يقول هذا فهو أحمق. القمر يضيء فقط على السماوات ال7 التي ذكرها القرآن هنا، ولا يضيء الكون كله. ألم تروا، يعني أنتم أيها الناس، كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. تراها هذه بأعينك، تراها عين، يعني رؤيا العين. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. كلام واضح. الغلاف الجوي يعني يحتوي هذا القمر. ماذا تقول العلوم هنا؟ منذ 2019 تم اكتشاف أن الغلاف الجوي يمتد إلى ما وراء القمر. هذا ما كان لأحد أن يعرفه قبل يعني القرن 21. ما كان لأحد يعرف هذا، فلا يمكن للمفسرين أن يقولون بهذا، ولا يمكن للمترجمين عنهم أن يقولون بهذا. إذن فهذا اكتشاف جديد يقول بأن القمر هو ضمن، هذا اكتشاف علمي يناسب يعني المعطى القرآني. يقول بأن القمر يوجد ضمن الطبقات ال7 التي هي الغلاف الجوي. لأن هذا يعني أمر عظيم جدا، اكتشاف عظيم. وفي الحقيقة يعني هذه الطبقات ال7 تختلف عن بعضها البعض، لأن إذا دخلت مثلا، إذا قمت بسؤال شات جي بي تي، قلت لهم هل يمكن أن أقسم الغلاف الجوي إلى 7 طبقات، يقول لك بالطبع يمكن كذلك، وسيقول لك كذلك بأن الغلاف الجوي يمكن، هناك من يقسمه إلى 9، هناك من يقسمه إلى 5، هناك من يقسمه إلى 4، يعني هناك جواب. ليس مثل يعني تقسيم السماء التي هي الكون كله، لا أحد يقسم السماء ككون كمادة مرئية إلى 7 طبقات، في حين أن عندنا إمكانية لتقسيم يعني الغلاف الجوي إلى 7 طبقات. بحسب أنا أقوم والمجموعة التي يعني العديد من هو معي في مجموعة الإعجاز نقوم بتقسيمها إلى 7 طبقات بحسب تميز كل طبقة. هناك الطبقة الأولى التروبوسفير، يعني ارتفاعها تقريبا بين 5-18 كيلومتر، مكونة من النيتروجين تقريبا 80%، والأكسجين 21%، وبعض الغازات الأخرى بحوالي 1%. ثم ثانيا الستراتوسفير، هذه الطبقة الثانية تقريبا بين 15 و50 كيلومتر. هناك تداخل طبعا بين الطبقات، 15-50 كيلومتر. يعني مكونة من يعني مواد شبيهة بالمواد المتواجدة في الطبقة الأولى التروبوسفير، لكن بتركيز أعلى من الطبقة الثالثة وهي طبقة الأوزون. لكن الستراتوسفير له مهام خاصة، والتروبوسفير الطبقة الأولى لها مهام خاصة، الطبقة الثانية لها مهام خاصة. إن شاء الله أضعها في الرابط، لأن لا يسمح الوقت بأن أذكر كل التفاصيل. ثم طبقة الأوزون لها مهمة خاصة، توجد يعني على ارتفاع بين 15 يعني كيلومتر و35 كيلومتر فوق سطح الأرض. يعني وهي يعني تتميز بارتفاع لغاز الأوتلتا، والذي هو غاز يعني الأوزون. غاز الأوزون 3 جزيئات من الأكسجين. ثم رابعا الميزوسفير عفوا، الارتفاع بين 50 و 85 كيلومتر، تتكون من نسبة غازات مشابهة للتروبوسفير ولكن بكثافة أقل. ثم
الطبقة الخامسة يعني الترموسفير، ارتفاع من 85 إلى 600 كيلومتر. التركيب الكيميائي الهواء فيها رقيق جدا، يحتوي على الأيونات والإلكترونات. ثم الطبقة السادسة هي الطبقة الإكزوسفير، وتبدأ من حوالي 600 كيلومتر إلى أعلى، وتتكون من هيدروجين وهيليوم وبعض الجزيئات الخفيفة. ثم الطبقة الأخيرة طبقة المانيتوسفير، هذه الطبقة وهي منطقة محيطة بالأرض، حيث يهيمن الحقل المغناطيسي للأرض على حركة الجسيمات المشحونة. تبدأ تقريبا من حوالي 1000 كيلومتر فوق سطح الأرض، وتمتد إلى مسافات، لأن عندما تأتي الرياح الشمسية فهي أول باراشوك، أول يعني جدار يواجه هذه الرياح الشمسية القاتلة للحياة، يواجهها، فتمتد على طول يعني محيط الأرض لكي تحميه. تمتد إلى مسافات أكبر، يعني من تقريبا 100,000 كيلومتر في الجانب المعاكس للشمس بسبب تأثير الرياح الشمسية، وهي مكونة من جسيمات مشحونة وغير ذلك. إذن يعني قول المولى سبحانه وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، في سورة الطلاق، يعني وكل الآيات التي تتكلم عن 7 سماوات كلها مرتبطة بالأرض، مرتبطة بالأرض. هذا فيما يخص يعني 7 سماوات، مفهوم 7 سماوات. هناك المفهوم الثالث هو السماء بمعنى الغلاف الجوي ككل. الغلاف الجوي ككل نجد فيها إعجازا بالغا في قوله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والمترجمون عندما يعني ترجموا هذا يعني بالسماء ذات الرجع، فهم في الحقيقة هذا مفهوم رابع. لذلك أنا أقدم لكم يعني مفهومين، المفهوم الثالث والمفهوم الرابع، في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أن الغلاف الجوي هذه 7 سماوات هي محفوظة من من الاندثار بواسطة هذا الغلاف الذي تكلمنا عنه، الذي هو المانيتوسفير، أو الذي قلنا بأنه حاجز ضد الرياح الشمسية التي تأتي والتي هي قاتلة للحياة. وإذا يعني كانت الرياح الشمسية استطاعت أن تمضي بهذا الغلاف الجوي، ستتعرض الأرض للإبادة، الحياة في الأرض ستتعرض للإبادة. ثم هذا نقطة مستقلة في هذا المعنى، قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بروتكتيد باللغة الفرنسية والإنجليزية، بروتيجي. لا يجب أن نخلط بين هذا وبين قول المولى سبحانه وتعالى: والسماء ذات الرجع. السماء ذات الرجع هذا موضوع آخر. ذات الرجع يعني ترجع كل خطر على الحياة فوق الأرض. هذا يعني من أوجه ولهذا عدة أوجه: الرجع الحراري إلى الفضاء بواسطة السحب، وكذلك الرجع الكمية الزائدة عن الحرارة المطلوبة في الأرض، لأن الشعاع يأتينا من الشمس به 500 درجة حرارية، فالكل يتم إرجاعه إلا حوالي معدل 14 درجة. وفي عندما تغيب الشمس تحاول يعني الأرض تحاول الحرارة أن تهرب من الأرض وأن تذهب إلى الفضاء الخارجي، فيقوم الغلاف الجوي بإرجاع هذه الحرارة، يرجع هذه الحرارة إلى الأرض. والذي يحدث في القمر عندما هذه البقع السوداء التي نراها في القمر، بما أنه لا يحتوي على غلاف جوي، فإن كل ما يأتي من الفضاء يضرب يعني من حجارة وغيرها، يضرب في غلاف القمر، فيعني يحدث فيه يعني اضطرابات. فما كان للحياة أن تكون يعني في الأرض يعني لولا هذا الغلاف الذي يرجع. كذلك خطر الحجارة التي تأتي يعني إلى الأرض يعني تحترق في الغلاف الجوي. في كل طبقة، وأوحى في كل سماء أمرها، كل طبقة عندها
عندها يعني تخصص في عملية الرجع. هناك الرجع المائي، رجع المائي، دورة الماء في الأرض، فهي محصورة في التروبوسفير وتعود إلى الأرض. هناك الرجع الاهتزازي للهواء، الأصوات وصداها، ولولا الغلاف الجوي لما سمعتك ولا سمعتني. ثم رجع الغازات والأبخرة والغبار المرتفع من سطح الأرض، ثم الرجع الخارجي للأشعة فوق البنفسجية وبواسطة طبقة الأوزون. يعني طبقة الأوزون يجب أن تحسب كطبقة مستقلة في هذا الميدان. ثم رجع الموجات الراديو. إذن لكل طبقة أمرها، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ثم رجع الأشعة الكونية بواسطة كل من أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطيسي للأرض، وطبعا بالإضافة إلى حرق النيازك كما قلنا. فهذه هي طبعا يعني خصوصيات هذه الطبقات السبع، وخصوصا خاصية الرجع. فيجب أن نفرق بين ما ورد في سورة الطارق في قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع، رجع كل أنواع الخطر، وهذه الأنواع من أنواع الرجع، وكذلك ما يوجد في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء حينما يقول المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ليس حافظا، محفوظا، محفوظا. كلام قرآن علمي دقيق جدا، نرد به على هؤلاء يعني السفهاء الذين يعني يضعون الآن يعني العديد من المراكز لمحاربة الإسلام، وهذا أكبر، والإسلام أكبر منهم، ومن يعني كيدهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يعني الإسلام وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن جبال الإسلام لن تزول. يعني هذا كلام عظيم، كلام الله عز وجل يبين بأنه كلام من عند الله عز وجل، وأنه باق إلى يوم القيامة. ثم السماء الدنيا المزينة بالنجوم المصابيح، يعني هذا أمر عظيم كذلك. فكل نقطة نراها الآن في السماء، كل نقطة مضيئة نراها في السماء، سواء يعني كنا داخل مدن، ولكن يظهر هذا جليا في البادية. نرى قبة كبيرة، نرى الكون كله نراه. فكل نقطة تراها في السماء هي إما أن تكون كوكبا، لكن عندما تقترب منها يمكن أن تكون مجموعة كواكب، أو تكون هذه النقطة المضيئة نجما، عندما تقترب منها تجدها مجموعة نجوم، أو تكون مجرة، لكن عندما تقترب منها تجدها جزيرة من المجرات، أو هكذا. يعني الكون كله فوق رأسنا. الله سبحانه وتعالى وصفها بالسماء الدنيا، the universe. هذا الكون وصفه عز وجل، أعطانا مصطلح، لأن مصطلحات القرآن هي مصطلحات يعني تغطي كل حياة البشرية وتستمر معها. فيقدم للإنسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن السابع ما يقدمه لك وأنت في القرن 21، وما يقدمه لما يعني سيأتي من الناس. إذن فهذا يعني وزينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه المصابيح التي نراها هي المصابيح الكونية، وأن كل هذه السماء الدنيا هي سماء الكون المعروف يعني لدى الناس الآن باسم اليونيفيرس أو الكون المرئي. ثم خامسا هناك مفهوم آخر، السماء كمسرح للظواهر الجوية، للكرة الأرضية، التروبوسفير التي تحدث في هذه الطبقة الأولى، وكمصدر للرزق والرحمة والبركة، أو كمصدر للعذاب. ومنه قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني السماء هنا بمعنى التروبوسفير، السماء الأولى. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين في سورة البقرة. وقوله سبحانه وتعالى كذلك سورة البقرة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كل هذا وهذه الآيات مرتبطة بهذه السماء الأولى في الغلاف الجوي
التي تسمى بالتروبوسفير من حيث المصطلح. ثم هناك السماء كذلك بمعنى الجهة الرمزية لوجود الله، لأن الله خالق المكان والزمان. عندما نسمع يعني قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون، يعني أنتم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني أنتم الذين تخضعون لهذه الدورات، دورات يعني الصباح والمساء، دورات النهار والليل، دورات الزمن، أنتم الذين تخضعون للزمن. سبحان الله حين تمسون أنتم وحين تصبحون أنتم. وعندما يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى يقول وله الحمد في السماوات وفي الأرض. لم يدخل نفسه معنا لأنه هو خالق المكان والزمان. وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا. عندما رجع إلى الزمان ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وحين تظهرون أنتم، وحين تظهرون أنتم تخضعون للمكان والزمان، لأن الله خلق الشمس ثم خلق الأرض. وعندما طافت الأرض حول نفسها تولد اليوم والنهار، تولد الزمان. وعندما طافت الأرض حول الشمس تولدت الفصول الأربعة، تولد الزمن كذلك. إذن فالله خالق المكان وخالق الزمان، ويخاطبنا سبحانه وتعالى بعليائه، في عليائه سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. فالسماء هذه الواردة هي جهة رمزية، أما الله خالق المكان وخالق الزمان. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الجانب المادي هنا يجب أن نزيله. فهو سبحانه وتعالى يعني يعلم سبحانه وتعالى معنى هذا، معنى هذا ولا نعلمه. نحن نقول آمنا به كل من عند ربنا، لأن نحن كمنهج في مادة الإعجاز عندما نتكلم في قاعدة بيانات نتكلم عن المادة العلمية المتاحة لنا ماديا، ولا نتكلم في الغيبيات. الغيبيات نقول هي من عند الله وهي حقيقة وموجودة. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. كل هذا حق. الجنة حق، النار حق، النبي حق، آمنا به كل من عند ربنا. ويعني كما الصديق عليه السلام، يعني عندما جاء أبو جهل وقال له صاحبك يقول بأنه صعد إلى السماء ثم نزل وذهب إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، بل رجع وفراشه لا يزال يعني ساخنا دافئا. فيعني قال قال نعم. قال إن قالها فقد صدق. هذا والذين آمنوا بالله ورسله كذلك نحن إن شاء الله. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. نحن نصدق لأن بيننا هذا الكون المرئي الكبير وبيننا يعني هذا الكتاب المسطور. الكتاب، هذا الكتاب الذي نراه نقرأ فيه بأن بروتين واحد لا يمكن أن يقوم البشر بإعطائه، ولا يمكن أن يأتي بالصدفة. كذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحيان الذي نجده بهما لا يمكن أن يقول به محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القرن السابع الميلادي. إذن هذه مفاهيم للسماء. كذلك هناك مفهوم سماوات الجنة والنار. سماوات الجنة والنار هي كذلك تعني سماوات الغيب. في قوله مثلا سبحانه وتعالى في سورة هود آية 107 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض بالنسبة للأشقياء. وكذلك قوله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض بالنسبة للسعداء. فهذا كذلك مفهوم يعني السماء مفهوم خاص كذلك. إذن فنحن هنا أعطينا كل ما يمكن أن نقدم فيما يخص مفهوم السماء، وكما تلاحظون فهو معجز في الحقيقة، مفاهيم عظيمة جدا. ونقول والله تعالى
أجل وأعلم. وأنا أنتظر أسئلتكم، أنا عن إشارتكم لكي نناقش الموضوع إن شاء الله وتفاصيله إن شاء الله في هذه الصفحة أو في غيرها. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أدعو كل الأساتذة لأن يعني في آخر هذا اللقاء أن يفصلوا بين عالم المادة وعالم الغيب، وأن يقدموا هذا العلم العظيم والإعجاز العظيم في هذه المسألة وغيرها للطلبة، لأن مادة الإعجاز قابلة لكي تحيي هذه الأمة أو تعيدها إلى أمجادها، ونحن تحت ضغط يعني العديد من الجهات التي تريد طمس معالم هذا الدين. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.